مرحبا ايها المشاهدين، يلا حيهم. طيب عندنا يا شباب، قولوا لا اله الا الله. ركبت لي ديفرنس مد حق 2002، فصارت لي عندي مشكلة لما امشي 80 السرعة في الواقع 95، يعني ساهر بيصيدك لو مشيت 120 فانت ماشي 130. تفرق كل ما سرعت كل ما. طبعا الحساس هذا حق لا اله الا الله، حق دلسة 2002، يجي عليها رقم. شوفوا الرقم هذا 73B00. هذا حق المد. اللي مركب كورونا مد لازم يركب، لان الكورونا اللي عندي الاول حشر، فكيتها وبعتها. الان مركب ديفرنس ما شاء الله مد. الماكينه صارت مرتاحه واسرع، فكل اللي عليك مسمار 10 هنا. طيب طلبت القطعه هذه من علي اكسبريكس، كلفتني مع شحنها مع توصيلها مع كل شيء 65 ريال، 64 بالضبط. الآن بنروح نفك الحساس القديم ونركب هذا ونعلمكم الفرق. يلا. طبعا موقع الحساس هذا هو. هذا هو مفتاح 10 بس، تفك السلك وتغير. حتى عندي انه مقطوع، يعني زين اني غيرت حساس. هذا ما عليه رقم من ورا. يلا، ما في داعي تغير جير كامل، تغير حساس بس الحساس فكه سهل، المشكلة في السلك فوق لازم نطلعه. يلا، فكه صعب شوية. لم تزبط معنا، فكرت انه سهل. يبغى له زرادي كبس، تكبس القديم تفر يمين يسار لين يطلع، لان الجلدة هذه ماسكة وما ادري بيطلع زيت ولا لا، لانه مكانه نازل في الجرابوكس. مرحبا ايها المشاهدين. شوفوا الفرق بين الحساس. طبعا تشوفون هذا قصير وهذا طويل، لا نفسه، بس انه هذا انكسر وانا افتح فيه. نفس الطول نفس كل شيء. هذا القديم وهذا الجديد. هذا كم سن، هذا اقل اسنان ما ادري كم. اللي يقدر يثبت الصورة يعد، فاهلا وسهلا. ثبت الصورة وعد، الله لا يهينك. المهم هذا ما فكيته الا بالسميع العليم، تكسر معي، فكيته بالزرادية كبس. لو كنت في حفرة وكذا حاولت اني احط السكرو ما بين هذا وبين الجير، انكسر من هنا، فاضطريت اجيب له زرادية كبس واسحبه سحب. الحمد لله طلع معي بكل يسر وسهولة. وهذا الفيش نفس الفيش، شوف هذا الفيش الجديد احفظ، وهذا الفيش القديم تقريبا نفس الفيش. خلاص الآن نجيب هذا، خلنا بس نشغل كشاف طفي، والحمد لله ما سال زيت ولا شيء، وكل شيء بسيط. تجيب الجديد من هنا أوضح، تجيب الجديد وتسقط تقول بسم الله. ولو تركب الفيش أول، وش قطع؟ هذه قطع حديد، بركب الفيش بعدين أثبت. خلاص الآن الطريقة أصبحت معروفة. يلا، وكذا يا شباب ركبنا الحساس بكل يسر وسهولة. دقيقة. وهذا رقم 73B01. هذاك 00 المد، هذا 01 القديم حق الجير حشر. موديل السيارة اللي عندي 2008